السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي الحلوين، عاملين ايه؟ وحشيني. اهلا بكم في قناة بيتي. النهاردة هنعمل وصفة جميلة وسريعة، زي ما قلت لكم دايما وصفاتنا بسيطة وسريعة وما بتاخدش وقت. النهاردة هنعمل البانيه بطريقة سهلة تخلي تاكلي كده بانيه جميل، مقرمش من بره وطري من جوه وجميل. اول حاجة هنحتاجها طبعا هنجيب البانيه، طبعا كل واحد على حسب عدد افراده. انا جبت نص كيلو بانيه، وعندنا 2 بيضة وعليهم معلقتين لبن او 3 معالق لبن، وملح وفلفل اسود، دول بنحطهم مع بعضيهم. وهنضربهم بشوكة كده او اي حاجة لغاية ما يبقوا كده قوام سائل. وعندنا طبعا البقسماط بتاعت البانيه. وعندنا التوابل، عندنا ملح وفلفل اسود، وبودرة بصل وبودرة ثوم وكركم وشوية كاري. الكاري في البانيه بيدي تيست جميل وطعم جميل بطريقة فظيعة قوي، يا ريت تجربوه هيعجبكم قوي. انا عن نفسي جوزي لما جربه بالكاري عجبه قوي قوي. وبعد كده هنجيب قلنا بودرة بصل، بودرة ثوم، وحبة زنجبيل وبابريكا وفلفل اسود. طبعا هننزل بالمقادير بالظبط، كام معلقة من كل حاجة او ايه بالظبط يعني. وهنجيب معلقة ثوم مهروس، وبصلة مبشورة. هنصفي ميتها خالص، هناخد ميتها. هنجيب البصلة كده ونحطها في مصفى او في اي حاجة، ونجيب بولة وهنحاول نفضي المية كلها كده من البصلة، نعصرها جامد في المصفى. بعد ما البصلة نزلت كل المية بتاعتها، هننزل بكل التوابل اللي قلنا عليها: الكركم والكاري والبابريكا والفلفل الاسود وبودرة البصل وبودرة الثوم وحبة الزنجبيل اللي احنا عاملينها. وبعد كده هنحط حبة ثوم صغيرين قوي، وهناخد البانيه. نجيب البانيه بالشكل ده، هنحطه في كل التتبيلة دي، وهنقلبه كويس قوي مع الملح والكركم والكاري، وهنسيبه في التلاجة ساعة او ساعتين. وبعد كده نرجع نشوف هنعمل ايه. بعد ما حطينا البانيه ساعتين وريحنا ساعتين في التلاجة، هنجيبه دلوقتي. هنبدأ بقى نعمل تتبيلة البقسماط. اول حاجة هنجيب البقسماط بتاعتنا، واللبن اللي احنا قلنا عليه، مع حبتين معلقتين اللبن مع البيضة او البيضتين اللي احنا حطيناهم في الطبق. بعد كده هنجيب بالقطعة من البانيه، هننزل بيها على البيض بالشكل ده واللبن. وبعد كده هننزل بيها على البقسماط بتاعتنا، نقلب للناحية التانية. بعد ما حطيناها في البقسماط كويس قوي، هناخدها هنخلص كل الكمية بنفس الطريقة، نسندها كده اهو بالطريقة دي. نحاول نخلص كل كمية البانيه. طبعا البانيه من الاكلات اللي اغلب الناس بتحبها، وخاصة الاطفال بيحبوا البانيه بطريقة فظيعة. هي وجبة تعتبر سريعة وخفيفة ومش بتاخد وقت، يعني يا دوب احنا ممكن نتبل ونقلي على طول، مش نحط في التلاجة على ما تتشرب التتبيلة. بس احنا بنشجع ان احنا نحطها في التلاجة ساعة او ساعتين عشان يبقى طعمها اجمل، وتبقى كل التوابل بانت في البانيه بالطريقة دي.
اهو بالطريقه دي خلصنا كل البانيه بتاعنا، تبلناه وتشرب التتبيله بتاعته كويس قوي. حطيناه في البقسماط واللبن بعد والبيض طبعا. بعد كده هنجيب زيت سخن وهنقلي البانيه. يلا بينا على البوتاجاز اهو. نجيب الزيت بقى السخن زي ما قلنا، نحطه على النار وننزل بالبانيه بالشكل ده. طبعا زي ما قلت لكم انا وصفاتي بسيطه وسهله، عاملاها مخصوص عشان خاطر المدام الجميله اللي لسه متجوزه ومش بتعرف تطبخ، تعرف بأبسط الوصفات تعمل أحلى أكل لجوزها. عشان كده دايما بقول أي ست ما تعرفش تطبخ، أي بنوتة جميلة رقيقة لسه ما تعرفش تطبخ، تتابعني على قناتي البيتي وهتتعلم معايا أسهل الوصفات بطريقة جميلة وسهلة. تعرف تعمل أحلى أكل لأحلى ضيوف أو لأهلها في البيت أو لست لجوزها. شايفين اللون الذهبي الجميل بتاع البانيه؟ شايفين اهو خلصنا كل البانيه. شايفين لونه ذهبي وجميل ازاي؟ تلاقوه كريسبي من بره ومن جوه طري وجميل وهيعجبكم ان شاء الله. وما تنسوش تدعموني باللايك